التظاهر نتاع اليوم في شارع بورقيبه، وزاره الداخليه ما رخصت في حتى تظاهره بشارع بورقيبه نهار 9 ابريل بناء على قرار منع التظاهر بالشارع اللي صادر عن الوزاره منذ يوم 28 مارس. لاحظنا اصرار على تحدي القرار هذايا، وهذا بالنسبه لنا احنا نستغربوا منه وامر غير معقول، معناتها اصرار على مخالفه القانون. المجموعات اللي جات تم تحاوروا معها وفهموها باش يحترموا القانون وباش تنجم تتوجه الى فضاءات اخرى ما تدخلش شارع بورقيبه. فما كان اصرار وتمت مخالفه الاجراء هذايا، واكثر من هذا راهو فما رشق بالحجاره، فما رشق بالمقذوفات، فما اعتداءات لفظيه يندى لها الجبين ما نجموش نذكروها في اذاعه، واعتداءات لا علاقه لها لا بالاحتفال ولا بالشهداء الابرار. معناتها استهدفت اشخاص، استهدفت مسؤولين، استهدفت الحكومه. بالنسبه للمسيره ما عندنا حتى مسيره مرخص فيها بدخول شارع بورقيبه. اليوم اللي يحاول باش يدخل شارع بورقيبه راهو مخالف للقانون وللتراتيب. لكن برشا يقول لك هذه ذكرى يعني مقدسه، احياء وتكريم لشهداء ثوره 14 جانفي وشهداء 9 ابريل 38، يعني ما يصيرش الاستثناء لهنا سي خالد. نعرف عيد الشهداء كانت الفضاءات برشا مفتوحه، انا سمعت وانهم توجهوا برشا ناس مشات لساحه حقوق الانسان. بالنسبه لشارع بورقيبه معناتها في قرار منع التظاهر كما نهار السبت كما اليوم، نختاروا حاجتين، يا قانون نتاع دوله يا قانون نتاع شارع. احنا في وزاره الداخليه مع قانون الدوله، فرض احترام القانون على الجميع. بعض الاحزاب قالوا اللي هم اتصلوا بكم لالغاء منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبه على الأقل احتراما لذكرى الشهداء 9 أبريل وكل شهداء ثورة 14 جانفي، من بينهم عضوة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليساري. شنو ردك لهنا؟ ما عندي حتى معلومات اللي وصلتنا حاجة. أكيد الحاجات اللي وصلت اللي في بالي بها ما نعرفش الأطراف نتاعها وصلت وما تمش الاستجابة لها. وبالنسبة للقرار هذايا نتاع منع التظاهر بشارع بورقيبة اللي فما ناس تنجم تتحاور معنا فيه، تنجم تناقشنا نعطيوها شنو هي المبررات اللي أكرهتنا على اتخاذ القرار هذايا. احنا مع حرية التعبير، مع التظاهر السلمي، أما فما مبررات اللي هي عندها علاقة بمصالح عامة ومصالح خاصة، مصالح تجار، مصالح مؤسسات سياحية، مصالح مواطنين، ضمان سيولة حركة مرور. كي تسكر شارع بورقيبة اختناق في وسط العاصمة ككل، اللي يحب يجي يحاورنا يناقشنا في القرار هذا، ينجم يلجأ للقضاء للطعن في القرار هذا. أما فرض أمر واقع وإصرار على تحدي معناتها قرار موجود وإصرار على مخالفة القانون، هذا عندنا احنا أمر غير معقول. احنا دولة كما قلنا فيها قانون، كان باش نسيبوها باش تولي فوضى، واحنا الفوضى هذه لن نسمح بها. نطق رسمي باسم وزارة الداخلية خالد تروش، شكرا ليك.